مش معقولين بالمرة، مش ممكن ما تفكرش تاريخ، يلعب لاخر لحظة وكتب تاريخ وحول وجه الجمهور بس النادي الاهلي. مش ممكن الشياطين الحمر مش ممكن على هذه الاسطورة الاهلاوية. اهلا بكل الاهلاوية، اعظم جماهير لاعظم نادي في الكون وصواريخ حمراء جديدة. الطبال يطلب من الاخرين الاعتدال، وعجبي قلت لحضراتكم في الحلقة السابعة اللي اتكلمت فيها عن مقدم البرامج أبيض الفكر والانتماء إن الدنيا بقت ماشية بقفاها. أولا وعشان نكون منصفين لازم نعترف إن الشماشيرجي له شعبيته وله كاريزما على الشاشة وفاهم إعلام صح، لكن يا ترى هو بيطبق اللي هو فاهمه؟ للأسف هو عامل زي المدرس الشاطر جدا في مادته، بس تنفع بإيه الشطارة لو فقد الاحترام؟ المهم تعالوا نشوف الكلام الخايب اللي قاله بحق المنيسي والقيع وجماهير الأهلي على السوشيال ميديا، وخلينا نمشي معاه واحدة واحدة. في أسطورة اسمه النادي الأهلي. جابوا لي، انا كنت بتكلم من يومين على مروان محسن لما كان بيرفع ايده كده في مباراة المنتخب والنيجر، وانا ليه علقت عليها؟ لانه رفع ايده 4-5 مرات ينزلها ويرجع يرفعها تاني لغايه لما راح عند دكة البدلاء يسلم على الناس بعد ما جاب جون بيرفعه. ومروان ده حبيبي، وقلت ما وبعدين عملنا، قلت يا ترى بتحاسبن على حسام البدري اللي ما كانش بيشركك بس كنت راجع من الاصابه يا مروان، ولا على كارتيرون حاليا؟ وعملت افيه في الاخر، ولا بتحاسبن على ازارو؟ طبعا مثلا افيه. اولا انت استاذ في التبرير وتظبيط الكلام وتحب قوي تتكلم كتير من دماغك، لكن ده يمشي مع اي حد الا انك تهوب ناحية الاهلي او رموزه او جماهيره. ثانيا انت في الجزئية دي اتحولت من مقدم برامج الى من لوجيست افراح، وعمر ما كانت الرسالة الاعلامية افيهات واستظراف. ثم انت مالك ومال ان لاعب يرفع ايده وتدخل في تفاصيل وتخمن وتعمل مشاكل لمروان ولا ازارو ولا غيرهم؟ ما هو انت كياد وكيف فتنة من زمان ومعروف عنك. في أسطورة اسمه النادي الأهلي. هذا جهل في التناول، زي ما اول ما بدأنا في الحكايات وبعدين جابوا لي كلام قال لك ما هو بيتكلم على، كان بيتكلم من 2007، جابوا لي لقطات من 2007 انه البث الفضائي مش من حق الانديه، وبعدين قال لك دلوقتي عشان بقى في قناه بيشاوروا على قناه بيراميدز يعني، فدلوقتي بيدافع بيراميدز واخده انديه. شوف هم بيقولوا بقى، شوف التناقض بتاعه وتغيير مبدأه. ما برضو الجهل نور، مش العلم نور، الجهل نور. لانه لوائح الاتحاد الدولي ومواده اللي اتغير فيها 100، انا قلت ساعتها 101 ماده اتغيرت من 2007 ل 2018، مفيش المام عندهم بهذا الامر. اولا يلي بتفتي وبتتهم غيرك بالجهل وعامل فيها مفتي اللوائح، اتحداك لو جبت لنا 10 مواد بس من ال101 اللي انت بتدعيه. تعرف انت فكرتني بايه؟ فكرتني بواحد كان بيستخف بعقول اللي حواليه باستمرار وما يتكلمش الا لما يقول المادة 1 فقرة 4 النقطة ألف النقطة 23 النقطة كذا. فلما واحد سأله انت ازاي حافظ القوانين ومواده بالدقة دي، ضحك صاحبنا وقال اقسم بالله انا اجهل الناس بالقانون ولا اعرف حاجة، بس انا متأكد ان اللي بكلمهم اجهل مني ومش هيدوروا ورايا. وحلوة قوي حكاية 101 مادة اتغيروا دي، لا وعشان يسبكها ما قالش 50 أو 80 مادة، لا لازم رقم كده يديك إحساس إن الراجل فاهم وقايم ونايم على مذاكرة اللوائح. في أسطورة اسمه النادي الأهلي. لما طلعت اتكلمت على الفار وقلت الفار أخشى إن هو يتحول لزار، وما زلت عند رأيي في اللي أنا قلته، فطلع قال لك إيه؟ ما هو بقى لما قال كده، بس لما طلع بيشاور بقى على أبو ناصر تركي آل الشيخ مستشار، لما رجع بقى التاني المستشار تركي قال تويتر ان عايزين فار، فانا غيرت. يا ابني انت وهو افهموا. لكن ما لقينا الاخطاء كترت فيه اول 6 اسابيع، خلاص يبقى الفار هو الحل. قصة الفار دي مش جديدة ومتطبقة في دول كتير، لكن اتحاد المهلبية بتاعنا بيحب يريح دماغه ويمشي الامور وفق الاوامر، وافتكروا ازاي الزمالك خد الكاس من سموحة السنة اللي فاتت. لكن لما ابو ناصر بتاعك قال فار يبقى فار وقطة وكلب، ولو عاوز حديقة الحيوان كلها نجيبها لك يا ابو ناصر يا غالي، وانت بقى تطلع تقول الفار ولا العار يا اتحاد الكورة. يا راجل عيب على شبتك. في أسطورة اسمه النادي الأهلي. ما هو لوريل وهاردي ما ينفعش كل يوم افتح اليوتيوب الاقيهم جايبيني وجايبين كلام ليا، ما يصحش. ايه الاعلام ده؟ يعني هو اعلامك وبرنامجك قائم على ان انت تجيب كلام وبعدين ما عندهمش الا مدحت شلبي؟ بلاقي تفاهات.
وهل في يا جماعه وانتم حرين في برنامجكم، لكن وقال لك ايه؟ اصبح الان للاهلي درع ونصير. درع ايه وسيف ايه؟ انا مش عارف هل في برنامج في الدنيا قائم على ان انت تجيب فيديوهات للناس وتعلق عليها، وما ينفعش التلسين كل شويه على بيراميدز، ما ينفعش. هذه قناه كبيره ومحترمه ومليئه بالكوادر الاعلاميه اللي كلهم نجوم، وزي ما انا قلت مرارا وتكرارا نحن قناه لكل الانديه، وكلمتنا كلمه واضحه وصريحه. واحد بقى بعت السوشيال ميديا شويه اياهم اللي هم زقلط وبقلط وشويه تعبانين دولت اللي بيكتبوا في السوشيال ميديا، اللي انا عمري ما بديهم قيمه اطلاقا، اقسم بالله ما يساووا 3 تعريف. شوف بقى المحترمين اللي انت بتستخف بيهم وبتقول لوريل وهاردي دول انضف منك وفاهمين شغلهم عنك. المنيسي والقيع اغنياء عن التعريف، لا حد فيهم رقص ولا حد فيهم مسك سجاط، ومش هقول لك اغنياء عن التعريف ازاي لانك اول واحد عارف ده. وبرنامجهم اللي بتحاول تقلل من قيمته واهميته بالنسبه ل 90 مليون اهلاوي منتشرين في كل انحاء العالم، وفعلا هم درع وسيف غصب عنك، واكبر دليل انهم وقفوا لك في كلامك الخايب اللي انت مشغول دلوقتي بالرد عليه. ولو بتفهم ولو يوم بعد يوم هتعرف ان سياسه برنامج ملك وكتابه قائمه على مراجعه كل ما يتم تناوله بشأن الأهلي ومناقشته مع إبراز التاريخ العظيم للنادي، وكذلك الدفاع عن الأهلي ضد حملات التشويه والتزييف. يبقى درع وسيف ولا لا يا رقاص؟ أما بتوع السوشيال ميديا اللي بتسخر منهم فلازم تعرف إن أقل واحد فيهم بيفهم عنك، لأنك انعزلت عن الدنيا وبقى كل تركيزك تطلع تلت وتعجن عشان تحلل ال2 مليون كل شهر. وفي النهاية خد الكلمتين دول اللي فيهم الشفاء: يا رائس على كل السلالم وماسك الطبلة، يا ويلنا وصدعنا لما يمسكوا الطبلة للهبلة. ما تجيش على الأهلي وتعمل أسد ومفتح، وانت لو بصيت في المراية هتلاقي نفسك عبلة وعجبي. في أسطورة اسمه النادي الأهلي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.